السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ويجعل ايامكم كلها سعادة وراحة بال. فيديو النهاردة من ضمن تجهيزات رمضان. هنحضر صلصة الطماطم في البيت بطريقة سهلة وبسيطة بدون مواد حافظة ولا الوان صناعية، وهنشوف مع بعض كل التكات والتفاصيل حتى لو كانت صغيرة علشان تطلعي صلصة طماطم ناجحة جدا تقعد معاكي سنة او اكتر. وهنتابع التسوية المظبوطة بتاعتها، وهقولك لو انت جايبة كمية كبيرة من الطماطم ازاي تحتفظي بيها في الفريزر من غير ما تاخد مكان كبير. ونبدأ في تحضير الوصفة، بس ياريت ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة. اول حاجة معايا 15 كيلو من الطماطم. بتجيب الكمية اللي تناسبك، 5 او 10 او 20 او اكتر حسب احتياجك، بس اهم حاجة ان انت بتمشي على الطريقة بالظبط لأي مقدار انت بتعمليه. تاني حاجة، لما تيجي تجيبي الطماطم بتنقي الطماطم الحمراء والكبيرة، وبتجيبي الطماطم المدورة او الطماطم البلح لان الطعم بتاعهم بيكون حلو، وكمان بتكون مسكرة فهتطلع معاكي الصلصة الطعم بتاعها كويس جدا. كمان بتكون مشحمة من جوه وما بيكونش فيها نسبة من المية كتير ولا نسبة بذر كتير. وطبعا بتنقي الطماطم الجامدة والطماطم السليمة وما يكونش فيها اي حاجة غير مرغوبة فيها. كل ده بيفرق كتير جدا في طعم الصلصة بتاعتك وكمان في مدة صلاحيتها. بعد ما عرفنا ازاي نجيب الطماطم، نشوف بقى الخطوات اللي بعد كده. بتجيبي الطماطم وبتغسليها مرة واتنين وتلاتة لغاية ما تنضف معاكي كويس جدا. بعد كده بنشيل الزهرة اللي فوق دي ونقطعها لقطع صغيرة علشان تستوي معانا بسرعة، او ممكن تقطعي الطماطمية على 4/4 بس هتغيب شوية في التسوية، فالافضل ان انت تقطعيها لقطع صغيرة علشان تستوي معاكي بسرعة. وبعد ما هقطعها هجيب حلة تكون كبيرة واحط فيها الطماطم او حلل صغيرة حسب اللي متوفر عندك. وبعد ما هنخلص كل كمية الطماطم نشوف بقى التسوية المظبوطة بتاعتها. هناخد الحلة دي بدون اي اضافات عليها ونرفعها على نار تكون عالية لغاية ما تبدأ تغلي، وما تزوديهاش اي حاجة خالص ولا حتى مية، وهي هتنزل المية بتاعتها وتستوي منها فيها، بس هنغطيها علشان تغلي بسرعة. وبعد ما الطماطم غليت هنسيبها لمدة نص ساعة وهتكون استوت معاكي تسوية كاملة. بس مش هنلتزم بمقدار الوقت قوي، لان كل ما كانت كمية الطماطم كتير هتاخد معاكي وقت اكتر، وكل ما كانت قليلة فمش هتغيب معاكي. وكمان بيرجع للتقطيعة بتاعتك، لو انت مقطعة صغير هتستوي معاكي بسرعة، لكن لو كبيرة هتاخد وقت شوية. علشان كده بقولكوا قطعوا الطماطم قطع صغيرة. وشايفين الطماطم نزلت كل كمية المية اللي فيها، وبالظبط قعدت نص ساعة وكانت استوت معايا تسوية ممتازة جدا. وهقول لكم دلوقتي ازاي تعرفوا التسوية بتاعتها مظبوطة. هناخد معلقة من الطماطم ونحطها في طبق ونختبرها بشوكة، لو الشوكة دخلت في الطماطم بكل سهولة يبقى هي كده استوت معانا كويس. ومش لازم ان المية اللي فيها دي تنشف علشان تعرفي ان هي استوت معاكي. هنطفي عليها النار ونسيبها تبرد تماما. انا سبتها ليلة كاملة عقبال ما بردت براحتها. وده كده شكلها بعد ما بردت. نجهز بقى الخلاط او الكبة او الهاند بلندر علشان نضربها كويس. ولازم وضروري ان احنا نعديها على مصفى مرة واتنين علشان ما يكونش فيها اي بذرة او قشر، وتكون ناعمة زي اللي احنا بنجيبها من بره. حضرت عندي طبق وفوق منه مصفى، وهضرب الطماطم في شفشق الخلاط وهصفيها، وهرجع تاني اصفيها بمصفى تكون ضيقة علشان اتجنب اي شوائب. وشايفين شكل الصلصة ما شاء الله عليها حلوة قوي وقوامها تحفة جدا، رغم ان احنا لسه ما خلصناهاش، بس شايفين القوام بتاعها تقيل ازاي. وهنا كنت بوريكم البذر والقشر اللي طلع منها، مش محتاجينه في اي حاجة، بس لازم ان احنا نستبعده من الطماطم. نحضر بقى حلة وننزل فيها الطماطم ونرفعها على النار علشان تتسبك. هنغطيها ونسيبها على نار تكون عالية لغاية ما تغلي. واول ما تبدأ تغلي هنزودها ربع كوباية من الزيت، ده مادة حافظة ليها. ولو هتحطي الطماطم في اكياس زي يبقى انت هتحطي الزيت اول ما الطماطم تغلي معاكي، لكن لو هتفضيها في براطيم يبقى انت مش هتزودي اي زيت دلوقتي. الزيت هتحطيه في وش البرطمان من فوق بعد ما تعبيه. وهنزود كمان معلقتين كبار من الملح ومعلقتين كبار من السكر. الملح مادة حافظة ليها، والسكر علشان الحموضة بتاعة الطماطم.
وبعدين هنقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هنغطي عليهم بس مش هنقفل الغطا للاخر علشان البخار اللي بيطلع من الطماطم ده بيطلع نسبة المية اللي موجودة في الطماطم علشان تتقل وتتركز معانا. وهنسيبها على النار لمدة نص ساعة لغاية ما تتقل وتقصر معانا. وده كده الشكل النهائي بتاع الصلصة، شايفين اتسبكت وقصرت معانا ازاي. دلوقتي بقى نطفي عليها النار ونسيبها تبرد تماما. وفي الوقت ده الصلصة جاهزة ان احنا نعبيها، بس حابة اوريكم شكلها وقوامها ولونها وريحتها، بجد ما شاء الله عليها حلوة جدا، احلى كتير من بتاعة بره. معفيش اصلا وجه مقارنة بينها وبين بتاعة بره، دي احلى بمراحل. كفاية ان انت عاملاها في البيت وضامنة نظافتها وضامنة ان هي معفيهاش اي مواد حافظة، وعملناها بكل سهولة وبكل نظافة في البيت. ودلوقتي الطماطم سعرها رخيص في السوق، الكيلو ب6 جنيه. فنهضي هاتيها واعمليها وشيليها، هتقعد معاكي سنة او اكتر وهتكفيكي شهر رمضان وزيادة، هتوفر عليكي وقت ومجهود. وتعالوا بقى نشوف ازاي نحفظها وازاي نظبط مقدار كل طبخة. لو انت بتطبخي نص كيلو من الخضار فهيكفيكي مج شاي من ده. المج ده وزنه 250 جرام يعني ربع كيلو، هيكون مناسب جدا لنص كيلو من الخضار. او ممكن تقلي الكمية شوية لمج الشاي العادي بتاعنا اللي هو وزنه 200 جرام وهيطلع معاكي حلو جدا. لكن المج اللي وزنه 250 جرام مناسب جدا لنص كيلو من الخضار. لو انت بتحبي اللون بتاعه يكون احمر قوي، او ممكن تزودي الخضار شويه يبقى نص كيلو وشويه، هيطلع معاكي حلو جدا. كمان حلو قوي لنص كيلو من المكرونه، اللون بتاعها هيطلع مظبوط قوي معاكي. وما تستقلوش بكميه الصلصه لان الصلصه تقيله ومركزه، فاقل كميه منها هتبان في الطبخه. ولو هتعملي محشي لكل كيلو رز كيسين صلصة من ده هيطلع معاكي مظبوط جدا. وبعبيها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، بدخل الكيس في قلب الكوباية وبملأ الكوباية على الاخر، وبعدين بخرج منها الهواء. ومهم جدا ان احنا نطلع الهواء من قلب الكيس علشان حفظ الصلصة يكون سليم. وبعد كده بنقفله كويس جدا. بس لما تيجي تقفليه سيبي مساحة في قلب الكيس، مش لازم ان انت تقفليه للاخر علشان بعد كده نبططه ونحطه فوق بعضه علشان ما ياخدش معانا مساحة في الفريزر. والكمية دي عملت معايا كمية حلوة جدا من الصلصة بطعم ولون وقوام احلى كتير من الجاهز. وطبعا اسفة لو كنت اتكلمت كتير في الوصفة دي، بس حابة اكون ملمة بكل تفاصيل الوصفة حتى لو كانت صغيرة علشان اي حد ينفذ الوصفة ورا مني يكون عارف كل حاجة فيها علشان تطلع معاه ناجحة جدا من اول مرة. وبعد ما عبيت الطماطم في الاكياس بدخلها الفريزر، وقت ما احتاجها بخرج الكيس بسيبه يفك شوية او بحطه على النار على طول وبحط عليه الزيت او السمنة واعمل بيه اي وصفة انا عايزاها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه ولو حاجة بسيطة. ويا ريت لو الفيديو عجبكم تدعموني بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.